يبقى الإنسان، أو المفروض أن يبقى الإنسان إنسانا كما أراده الله وكما نعته وكما خوله تبارك وتعالى. أنا أدري أن هذا المنطق يحلو لمن يحلو لهم المنطق الإنساني الرحيم، لكنه سيجابه ويواجه باستهجان وتثريب أيها الإخوة من الذين يقفون مع حروف الدين ويعجزون ويفشلون مرة ومرات في ميز العوارض من الذاتيات. العرض في الدين من الجوهر في الدين، أين العرض وأين الجوهر؟ وسيسارعون إلى القول: أربع على ضلعك أيها الرجل وخفف من حدتك، فأنت تعرض نفسك لشبهة كفرية بلا مرية. ومن العلماء المحدثين قضى العلامة الإمام محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان بتكفير من أنكر الرق ومشروعية الرق في الإسلام. كافر، شيء غريب. وهو من هو إمام علم لا يشق له غبار رضوان الله تعالى عليه، وتفسيره يعرف به ويدل على مبلغه من العلم، ولكن كل يؤخذ منه ويترك إلا المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه. لماذا؟ لماذا التكفير؟ لماذا التكفير والحقيقة أن جوهر القرآن وجوهر التشريع ضد الاسترقاق، ضد مؤسسة الرق على طول الخط، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، نكتفي مجتزئين ببعضها إن شاء الله في المقام. غر هؤلاء إخواني أن الله تبارك وتعالى في 15 موضعا من كتابه الأجل الأعز ذكر ملك اليمين، ما ملكت أيمانكم، في 15 موضعا. إذن الرق موجود، الرق موجود نعم. أما أنه مشروع فمسألة أخرى. لا توجد قاعدة، ليس هناك ثمة قاعدة أيها الإخوة شرعية فقهية أو أصولية تقول بأن مجرد وقوع وحصول ووجود اسم الشيء في كتاب الله يعني مشروعيته. أبدا أبدا، لا توجد قاعدة. هل هناك قاعدة تقول هذا؟ هذا غير صحيح بالمرة. ومن هنا سأبدأ بأقوى نقطة يمكن أن نصل إليها في حجاجنا هذا في خطبتنا هذه بإذن الله تبارك وتعالى، وهي النقطة التي تقرر وتقضي بالتفرقة والتمييز بين المبدأ وبين آثاره. فرق كبير بين المبادئ وبين آثار المبادئ وما يترتب عليها. هذه مسألة وهذه مسألة. بمعنى، وبضرب المثال يضح المقام، وبضرب المثال يضح المقام. الله تبارك وتعالى نهى عن الفواحش وعن المناكر في غير ما آية، ثم ذهب سبحانه وتعالى يرتب أحكاما شرعية، يرتب أحكاما شرعية على تناولها وتعاطيها والتخذر بها. من فعل كذا فعليه كذا وكذا وكذا، ومن فعل كذا فيجب في حقه كذا وكذا إلى آخره. هذه الأحكام لا تعني مشروعية المناكر والفواحش. واضح أن الله نهى عنها بالنص الصريح. هذا هو الفرق فقط بين الرق وبين هذا المثال. هنا الله لم ينهى بطريقة صريحة، لكنها بطريقة مختلفة تماما، وهي أكثر حكمة بما يتعلق بمؤسسة الرق أو الاستعباد. أيها الإخوة، كون الله تبارك وتعالى رتب أحكاما على تعاطي المنكرات والفواحش إلى آخره لا يعني مشروعية الفواحش والمنكرات، بالعكس، بل ورد النهي عنها صراحة. مثال أقرب إلى مؤسسة الرق: الفقر. كون الله تبارك وتعالى في كتابه الأعز رتب أحكاما تتعلق بالفقر والفقراء، وأوجب لهم حقوقا أيها الإخوة وانصبا في الزكوات والصدقات والأفياء والمغانم والأسلاب وما إلى ذلكم، وإن في المال لحقا سوى الزكاة كما روى الترمذي، لا يعني أن الله تبارك وتعالى يستحسن الفقر ويحبذه ويدعو إليه من أجل أن نجد ندحة لنتصدق ونتزكى ونعطي ونقسم، أبدا. لكن حين يبتلى المجتمع بالشيء، المجتمع يبتلى بالفواحش، ابتلاءه بالفقر والمسغبة، لا بد من اصطناع تشريعات بأعيانها تتعاطى بوعي وعدالة وسلامة ورشد أيها الإخوة مع موضوع الابتلاء، الفقر والفواحش، والرق أيضا هنا، والرق هو المقصود أصالة بالمقام اليوم والشرح. الله تبارك وتعالى إذن لا يحبذ ولا يستحسن الفقر، لكنه يتعاطى معه بنصب علائم
واصطناع أحكام شرعية لرفع خصاصة الناس وتضييق الهوة بين الواجد والمعدم، بين الغني والفقير، تضييق الهوة بين الطبقات كما يقال. هذا لا يعني أن الفقر شيء طيب، ومن حارب الفقر فقد حارب الشرع، لأن الشرع أتى بأحكام كثيرة تتعلق بماذا؟ بالفقر والفقراء. أي عقلية هذه؟ هذه عقلية اليوم علماء وعلماء كبار ورسائل دكتوراه في الجامعة يأخذون عليه الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. كيف تنكر أحكام الرقيق؟ كيف تنكر الرقيق؟ يعني أنك تنكر أحكامه. فرق بين المبدأ وآثاره يا رجل. أي منطق هذا؟ أي منهج هذا في الاستنباط؟ فرق بين المبدأ وآثار المبدأ. من تأمل في الشريعة وغضونها وتفاصيلها وأنحائها أيها الإخوة من غير ما زاوية من زوايا النظر، رأى أن الشرع الحنيف يفرق بين الكفر وآثاره، يفرق بين الكفر وبين الشرك من جهة، وبين الكافر والمشرك من جهة أخرى. هذا له حكم وهذا له أحكام تتعاطى مع الظروف والملابسات والاشتراطات والإكراهات وأشياء كثيرة، أليس كذلك؟ هذا هو. ولذلك قالوا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لأنه قد يقع مؤمن موحد في الكفر وليس بكافر، ولا يأخذ أحكام الكافرين أيضا. حتى هذا من جهة الآثار، حتى هذا من جهة الآثار بحيالها. هذا شيء وهذا شيء. فأما مسألة الرق إخواني وأخواتي، نعم بنفس المنطق نقرر مطمئنين واثقين أن الإسلام ابتلي بها، ابتلي. جاء التشريع وهذه مؤسسة عريقة جدا قديمة تقريبا قدم الاجتماع الإنساني إلا قليلا، مغرقة في القدم، عرفتها واصطنعتها وتعاطت معها تقريبا معظم إن لم يكن كل الحضارات والثقافات. والعرب لم يكونوا بدعا من الأمم، لم يكونوا بدعا من الأمم. جاء النبي صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وصحبه فوجد هذه المؤسسة وقد ضربت بجذورها في الأرض واستعلت بفروعها في السماء، وتخللت أنحاء الاجتماع والثقافة والاقتصاد. فلو قد ذهب الشارع الحكيم يجتثها بضربة واحدة لما أجدى شيئا، لما أجدى شيئا، بل لعله كان ينتج ثورة وهبات لا يعلم عاقبتها إلا الله تبارك وتعالى، وانتفاضة على التشريع والمشرع، ردة في المجتمع حتى بين المسلمين أنفسهم، حتى بين المسلمين أنفسهم، أي بين بعض المسلمين. لماذا؟ لأن اجتثاث هذه المؤسسة كما قلت التي ضربت في أنحاء الاجتماع والاقتصاد والثقافة بجذورها وبسقت بفروعها وآتت ثمارها المرة والخبيثة والطيبة لبعض الناس المستحلاة اللاذة، سيعني اضطرابا أو سيعني إحداث اضطراب عظيم جدا في قضايا الاجتماع وفي قضايا الاقتصاد. هذا غير ممكن، لا يمكن للشارع أن يتهور، وخاصة أن الشارع هو الله تبارك وتعالى هنا الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. والدليل على صحة ما ألمعت إليه ما تعرفونه مما هو مزبور في كتب السيرة والمغازي. في هوازن حنين، في هوازن بعد أن وضعت الحرب أوزارها جاء جماعات من المأخوذين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، فقالوا يا رسول الله من علينا فإنا أهل عشيرة من الله عليك، من علينا فإنا أهل عشيرة من الله عليك. يتلمحون قوله تبارك وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا، يعلمون أن هذا من هدي الإسلام ومن سماحته ومن سعة نطاقه واندياح منادحه في الرحمة والعدالة والإنسانية، يعلمون هذا. تناهى إلى سمع غير مرة، خاصة وأن الآية مكية في سورة القتال أو محمد صلى الله عليه محمد وآله وصحبه. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، الأسر، خذوهم أسرى، فإما منا بعد تمنوا عليهم بلا مقابل بلا نوال بلا فدية، أطلقوهم حرروهم الأسرى، فإما منا بعد وإما فداء، وإما أن تفادوهم تطلقوهم مقابل نظير ونوال. وليس هناك خيار ثالث، ليس هناك الاسترقاق. أوجدونا الاسترقاق في آية واحدة من كتاب الله بما يتعلق بأحكام الأسرى
الخيار مزدوج ثنائي وليس ثلاثيا، إما أن تحررهم لوجه الله بلا نوال، وإما أن تحررهم بنوال. انتهى، ما في خيار ثالث. أنك تسترقهم، أنك تستعبدهم، غير موجود. أوجدونا إياه في كتاب الله، لا توجد آية واحدة. وسيعجز العالمون إنسهم وجنهم أيها الإخوة عن إيقافنا على مثل هذه الآية التي تأمر بالاسترقاق. خذوهم أسرى أرقاء بعد ذلك. مش موجود. الأسر شيء والاسترقاق شيء، والفرق بينهما فرق بين الثرى والثريا، فرق بين الشمس والسهى كما يقال، بين السهى وشمس الضحى. الأسر ينتهي إلى غاية أيها الإخوة، والغاية مذكورة بقوله حتى تضع الحرب أوزارها. وبلا شك هي خطة استراتيجية، هي خطة عسكرية حكيمة، أن يؤخذ هؤلاء المقاتلة أيها الإخوة أسرى، وأن يظفر بهم حتى يكف شرهم. مش معقول أننا نأخذهم ثم نطلقهم ليعودوا إلى القتال ويعاودوا الكرات علينا، أبدا. إنما نأسرهم حتى تضع الحرب أوزارها ويظهر الظافر من المنكسر، وبعد ذلك نحن مخيرون فيهم. يمكن للنبي